السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوف معكم دي طارطولات ديال التفاح. لهاد لي طارط غادي نحتاجو نصف ربعه ديال الزبده، يعني 125 غرام زبده، 70 غرام ديال سكر بودره، ربعه ديال فورس اولا 250 غرام فورس، شويه د الملح، واحد ساشي فاني واصفر بيضه. نبداو على بركه الله. غادي في اناء غادي نوضعو سكر بودره، غادي نضيفو ليه الفاني، الملح، غنضيفو الزبده، بعد غادي نضيفو اصفر بيضه، غادي نحركو باطراف الاصابع حتى يمتزج الخليط، ومن بعد غنبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، وحنا كنرملو بالاصابع ديالنا باطراف الاصابع، يعني العجين ما خصهاش تعجن، خصها فقط ترمل، ونستمروا حتى نجمعوا العجين. العجين بعد ما كنجمعوه كندلكوه واحد جوج الكاس حتى ل3 وفقط، يعني ما غاديش نعجنوه، وغادي نشكلو على شكل كره، نوضعوه في كيس بلاستيكي ونحطوه في الثلاجه يبرد. ضروري خاص العجين يبرد باش ما كينزجوش لنا في لي فون دو طارط. من بعد غادي نحضروا الحشو. غادي ناخذوا قطع ديال التفاح، نضيفوا ليهم زبده، سنيده على حسب الرغبه، يعني 2 معالق سنيده، ملعقه ديال الزبده، عصير حامض، واحد فاني. غنوضعوا الكل في طنجره وغادي نحركوها. من بعد ملي غادي ينزل التفاح غادي نضيفوا ليه تقريبا 2 معالق ديال عصير الحامض. التفاح غادي نستعملوه حسب الرغبه، حسب لي طارط اللي عندنا. من بعد غادي نجبدوا العجين من الثلاجه، غادي نسرحوها وغادي نوضعوها فوق القوالب، ومن بعد غادي ندوزو عليها بمدلك. من بعد غادي نثبتوا العجين على القالب، ضروري نثبتوا على الجوانب. هنا من بعد ما تشحر لينا التفاح ودبل، غادي نمعكوه بالمعكه وباش نحصلوا على مثل العجين ديال التفاح. غادي نتكو العجين وغادي نسخنوا الفرن من قبل ونوضعوه باش يطيب نص طيبه. غادي ناخذوا تفاح اخر للتزيين وغادي نقطعوه على شكل شرائح او مربعات حسب الرغبه. بعد ما كنقطعوه كنعصروا عليه عصير الحامض باش هكاك ما يكحلش اللون ديالو. بعد ما طابوا لنا لي فون دو طارط نصف طيبه، غادي نعمروهم بالحشو ديال التفاح. بعد غادي نزينوهم بقطع ديال التفاح ولا شرائح تفاح. غادي نستمروا حتى نكملوا القوالب كامله، ومن بعد غادي نرشوهم بسكر فاني وقطع الزبده حسب الرغبه. من بعد غادي ندخلوهم للفرن باش يتحمروا من الفوق، ومنين غادي نخرجوهم غادي نسخنوا شويه ديال الناباج، غادي ندهنوهم به. وغتكون هذه النتيجه النهائيه.